هو رغيف عيش لكن هتعملي منه كمية حلوة جدا ومش هتشتريه من بره تاني. عايزة اقول لكم احلى اكلة شعبية هتحبوها جدا وهتعشقوها، بجد خطيرة. وكمان هتعمل معاك كمية كبيرة جدا والاسرة كلها هتاكل، احسن بكتير لما تشتريها من بره وتجيبي كمية قليلة. هنبدأ كده ونسمي بالله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شجعونا كده باجمل لايك، ويلا تابعوا معانا الفيديو للاخر. اول حاجه كده معانا بصلايه كده او بصلتين، تبداي ان انت تقطعيهم جوانح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، سهله جدا وبسيطه. هنحط عليها معلقه من النشا عشان البصل كده يقرمش كده معانا. هنا بقى معانا العدس، هبدا بقى ان انا احط شويه كده من الميه المغليه على العدس واسيبه كده شويه. هنجيب بقى كده شويه من الزيت حلوين هنحطهم كده في حله، وبعد كده هننزل بالبصل بتاعنا لغايه ما يدينا اللون الذهبي كده الجميل. وقبل ما يغمقي معانا تبداي ان انت تطلعيه كده على طول، عشان البصل لما بيقعد بيدي كده لون غمقان سنه، فبتطلعيه كده اول ما يدي لون ذهبي كده فاتح. بعد كده خدت شويه بقى من الزيت، هقول لكم هنعمل بيهم ايه دلوقتي. من الزيت اللي هو بتاع البصل. هنا بقى نزلت بقى الشعريه، هبدا بقى ان انا اشوحها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لغايه ما يدينا كده اللون الذهبي الجميل بتاع الشعريه. هنزل بقى بالرز بتاعنا، هنقلبه كده لغايه ما يتشوح كده معانا. بعد كده هننزل بالعدس، طبعا صفينا كده العدس بقى من الميه. هنشوح بقى الرز كده بقى مع الشعريه مع العدس كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لغايه كده ايه ما يتشوح كده معايا وينشف كده من الميه. هنا بقى نزلنا بقى بالمكرونه، مكرونه سباكيتي ومكرونه قلم على حسب المكرونه اللي انت حباها. بعد كده هننزل بالميه المغليه، يعني كله كده كله في حله واحده. الكشري اللي في حله واحده عايزه اقول لكم بيبقى خطير. المكرونه نفسها بتشرب كده من الكشري وبيبقى طعمه تحفه جدا. هنا بقى حطينا مكعب مرق وفلفل اسمر وكمون وشويه من الملح، بس كده هنسيبه بقى يغلي معانا ونوطي عليه يستوي براحته. هنعمل بقى حبه صلصه تحفه جدا. خدنا بقى كده شويه الزيت اللي احنا كنا واخدينه من البصل، بدأت ان انا حطيت في قلب الحله شويه من الزيت ومعلقه من الثوم المفروم شوحناها، ونزلنا بشويه من الخل ومعلقه من الكزبره ومعلقه من هريسه الشطه هتديها طعم حلو جدا، ومعلقه من الصلصه. شوحنا كل الكلام ده ونزلنا بقى بعصير الطماطم، وبعد كده هنحط بقى مكعب مرق وكمون وملح وفلفل اسمر. بس كده هنسيبه بقى ايه تتسبك كده معانا. حطيت معلقه من البابريكا عشان يدي لون حلو كده للصلصه، ومعلقه من القرفه عشان يديكي الريحه بتاعه الكشري بتاع بره. هنا بقى هنجيب كده ايه رغيف بقى، رغيفين من العيش الشامي او رغيفين. احلى حاجه العيش اللي هو الشامي ده بيبقى خطيره جدا وبيبقى كمان زي بتاع بره بالظبط. هنجيب كده بقى ايه هنقطعه كده بالمقص زي ما انتم ما شايفين، وحطينا شويه بقى من الزيت بتاع البصل عشان يديه بقى نفس الطعم بتاع بره بالظبط. هنا بقى انا دخلته الفرن، حابه ان انت تشوحيهم على النار مفيش مانع، على النار بقى او في الفرن زي ما تحبي. هنا بقى بدأت ان انا جبت قرن فلفل قطعته كده، وكمان جبت طماطمايه برضو قطعتها. بعد كده هبدأ ان انا بشويه من الزيت بتاع البصل حطيته كده في الحله، وبعد كده بدأت ان انا نزلت بيه الطومه بتاعتنا شوحناها والطماطم بقى مع الفلفل. وبعد كده هنحط بقى ايه شويه بقى من الخل، وهحط كمان لون بتاع اللي هو اللون الزعفران دوت، بيديكي لون حلو جدا للخل. نزلت بشويه من الخل واحط كمان شويه من الميه وملح وكمون وسنه فلفل اسمر. بس كده كده عملنا الدقه بتاعتنا. تعالوا بقى نعمل الشطه. حطينا برضو شويه من الزيت وشويه من الشطه وشويه من الصلصه وهنقلبها وبس كده. هنا بقى شايفين بقى الكشري مفلفل ازاي وطالع تحفة جدا. وهنا بقى العيش بتاعنا المحمص المقرمش الجميل بيبقى خطير جدا مع الكشري. نحط بقى البصل، شايفين البصل لونها عامل ازاي ومقرمشة جدا بجد خطيرة. واحلى صلصة وكمان دقة والشطة طعمه بجد تحفة جدا. اتمنى حبايب قلبي لو وصلتوا لغاية هنا وعجبكم الفكرة شجعونا كده باجمل لايك وكومنت حلو منكم واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل الاشعارات بتاعتنا الجديدة. بجد خطير، جربوه.